تعرفوا تصدقوا ان هناك نبي من الانبياء لا زال حي الى يومنا هذا؟ والغريب ان هذا النبي ما هو سيدنا عيسى، يقال بان هذا النبي لا زال حي الى يومنا هذا. وهناك اقاويل ثانية بانه اول شخص يموت خارج الارض، يعني في سماء من السماوات. هذا الشخص هو اول نبي ارسله الله سبحانه وتعالى الى قومه. والغريب انه مو عشان قومه كفار، الامر كان مختلف تماما، لان قومه كانوا عصاة وكانوا مجاهرين بالمعاصي، كانوا موحدين لكنهم مجاهرين بالمعاصي. فكان هذا النبي هو أول مصلح على وجه الأرض، حارب الفساد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يعني هو ما جاء عشان يحارب الشرك أو يحارب الكفر، جاء يحارب بالمعاصي. قصتنا لليوم عن إدريس عليه السلام. وحيا يا جماعة الخير، أنا سفية وسلطان وبقصة جديدة. ما أريد أطول كثير بالمقدمة، اشترك بالقناة وسوي لايك بطريقك، وبسم الله نبدأ. في شيء مهم لازمكم تعرفوه، هو الفرق بين الصالح والمصلح، والفرق بين الفاسد والمفسد، لأن بينهم فرق كبير. الصالح هو يحاول يصلح نفسه ويتقى الله سبحانه وتعالى ويسمع ويطيع ويحاول يطبق أوامر الله، أما المحرمات فيبعد عنها قدر المستطاع. هذا الشخص يسمى الصالح. أما المصلح فهو مرحلة ثانية من الإيمان، فهو الشخص الصالح في نفسه ويحاول بقد ما يقدر وبقدر المستطاع إنه يصلح المجتمع ويعلم الناس الخير وينهاهم عن الشر. وهذه الوظيفة تعتبر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واللي هي وظيفة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قوما ممن ادعى إلى الله. الصالح يسعى لإصلاح نفسه وذاته، أما المصلح نفس ما قلنا يسعى لإصلاح نفسه وغيره من المجتمع. الحين عرفنا الفرق بين الصالح والمصلح. أما الفرق بين الفاسد والمفسد، الفاسد هو فاسد مع نفسه، انبعد عن الناس ويكون ساتر نفسه. أما المفسد فهو أخو الشيطان، لأن المفسد يسعى لإفساد وتدمير المجتمع، أو خلينا نقول هو ضد المصلح. فبين المصلح والمفسد فرق جدا كبير. المصلحين هم ورثة الأنبياء، أما المفسدين فهم أتباع الشياطين. قبل ما نبدأ قصتنا لليوم لازم إن أقول لكم قصة بسيطة، وهي التقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام، ويلي كان الالتقاء في السماء عندما أسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج. يوم أسر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصل النبي وجبريل عليه السلام إلى السماء الرابعة. المفاجأة أنهم شافوا رجل، فقال جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا. والحين نقول بسم الله نبدأ قصتنا. مثل ما تعرفوا بعد آدم عليه السلام ما بقى في الأرض إلا نسلين، نسل شيث ويلي هو النسل الصالح، ونسل قابيل يلي هو النسل السيء. كانوا نسل سيء لكنهم كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى، ما كان الشرك موجود أبدا. لكن اللي قدر عليه إبليس يتمثل لنسل قابيل ويعلمهم بعض المعاصي والفواحش. لكن ما اكتفى إبليس بالنسل قابيل، كان مقهور من نسل شيث، ما كانت كافية بالنسبة له، فكان يتمثل لنسل شيث ويحاول يوجههم للمعاصي. ولكن محاولة إبليس باءت بالفشل، لأن نسل شيث مليان بالمصلحين وكانوا أكثر التمسك والالتزام بالمعروف والنهي عن المنكر، فما قدر إبليس فيهم أبدا. كل ما تمثل لهم إبليس يعلمهم شيء من المعاصي، قام المصلحين في نسل شيث ونهوا عن هذا الأمر، فحس إبليس بالفشل، حس أن ما له فايدة أبدا. وفي يوم من الأيام جلس إبليس يفكر، كان يفكر بفكرة في نفسه، كيف أخلي نسل شيث يعصون الله سبحانه وتعالى. لاحظ إبليس ملاحظة، النسل قابيل نساءهم متبرجات، يعني قادرين يجيبون راس الرجال. هون الفكرة كأنها دخلت راس إبليس وراح وسوس لبعض الرجال، ووسوسة إبليس أثرت فعليا، فصارت أول حادثة زنا على وجه الأرض بين نسل شيث وقابيل، وقل المصلحين في نسل شيث وكثرة المجاهرة بالمعاصي، إلين بدأ المفسدين يحاربوا المصلحين وكمان قتلوهم وشردوهم، ومات ضمير أغلب الناس، وصارت المعاصي بكل مكان، واستمرت البشرية على هذا الحال والوضع إلين في يوم من الأيام ولد مولود في بابل. هذا المولود ما كان إنسان عادي، هذا المولود كبر في بابل، أصبح رجل طويل القامة، غليظ العظام، نحيف الجسم، وكان كثيف اللحية، وكان هادي الصوت، وإذا مشى ينظر لخطواته. ويقال بأن هذا الرجل هو أول من خط بالقلم، ويقال بأن هذا الرجل هو أول من خط الثياب ولبسها. فكان في هذاك العهد كانوا يلبسون اللي هو الجلود، يعني كان عنده علم ما كان عند غيره. وكان هذا الرجل رجل مصلح وكان من المصلحين، وفعليا هذا الرجل ما كان عادي، لأنه كان نبي من أنبياء الله، وهو نبي الله إدريس عليه السلام. هذا النبي كان عابد في وقت كان الناس مبعدين كل البعد عن العبادة، وكانوا مليانين بالمعاصي. وهذا
هذا الرجال كان في آخر الليل يصلي ويعبد الله، وبدأ إدريس ينصح الناس اللي حواليه ويحاول يصلح الناس قدر ما يقدر، وفعلا نجح في تغيير من اللي حواليه، وبدأ التغيير يوضح عليهم، وبدأ هذا التغيير يتوسع أكثر وأكثر لدرجة أن الناس صاروا يحبونه، يحبوا الجلوس معاه، وبدأ اسم إدريس عليه السلام يلمع وينتشر بين الناس، ينتشر كمان في كل مكان، ووصل تأثير إدريس عليه السلام في جميع أنحاء الأرض، وبدأ ينصح الناس بشكل واضح وعلني، ويوجههم للحق، ويعلمهم بأن المجاهرة بالمعاصي وعصيانهم لله سبحانه وتعالى ما هو إلا خسارة في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى هو قاهر فوق عباده، وتغيرت حياة الكثير، وتغيرت حياتهم من حياة مليانة بالمعاصي إلى حياة مليانة بالعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن في مجموعة من الناس فعليا سيطر عليهم الشيطان وسيطر عليهم بالمعاصي. ففي بعض التجار والناس اللي دخلوا في المعاصي مثل بايعين الخمور يلي في نفس هذا المجال، لاحظوا بأن الناس بدأوا ينقصوا، لاحظوا أن في تأثير خارجي، وبدأوا يدورون إلين عرفوا بأن المصلحين رجعوا من جديد، وعلى رأسهم نبي الله إدريس عليه السلام.